واحد من احسن الثانويات اللي كاينه في كوريا الجنوبيه اللي كيتجمعوا فيها اغنى التلاميذ في البلاد. هانجي ما قدرش يندمج، كان واحد من اذكى التلاميذ في المدرسه ديالو القديمه، ولكن دابا كيقرا وسط عباقره وكيكون قريب من المراكز الاخيره في الترتيب، خصوصا في الماط اللي كتعتبر الماده الاكثر اهميه للدخول الجامعي. صحابو اللي كيقراو ما عندهم فلوس بزاف ويقدروا يخلصوا دروس خصوصيه، ولكن جيهو كيعاني حيت عنده غير المنحه وماجي من اسره فقيره. الاستاذ ديال الماط اللي كيقريه مستر كيم في واحد النهار كيهضر معاه وكيقول له بلي هاد النقط اللي كيجيب دابا ما غاديش يدخلوها لشي جامعه واعره. كيقترح عليه امكانيه انه يفكر في الانتقال للمدرسه القديمه ديالو. واحد الليله صحابو اللي معاه في البيت كيعطيوه فلوس باش يخرج يشري لهم سناكس والشراب، ولكن فاش كان راجع سيكوريتي ديال المدرسه حصلو. في الصباح الاستاذ كيحاول يبزز عليه يعترف شكون اللي كان مشارك معاه في هذا الشيء، ولكن جيهو بقى ثابت وما اعترف حتى على شي واحد. التصرف كيثير الانتباه د واحد البنت كانت كتقرا معاه. في نفس الوقت هذا التصرف كيسبب له انهم يجريو عليه من السكن الجامعي لمده سيمانه. فاش سالاو الحصه صحابو اللي كانوا معاه كيعطيوه الفلوس باش يشكروه، ولكن جيهو صدموا فاش ما بغاش يشد الفلوس حيت كيعتبرهم صحابو وما دارش هذا الشيء على قبل الفلوس. صحابو كيتناقشوا في امكانيه انهم يجيبوا سناكات بالليل، واللي ولا صعيب من نهار جا سيكوريتي جديد مسميين عليه الضابط الشيوعي حيت هو اصلا هارب من كوريا الشماليه. سيكوريتي كان اسمه هاك سونغ، وكنشوفوه عن الطبيبه ديالو اللي كتقول له باللي الخدمه ديالك كسيكوريتي بالليل ماشي مزيانه للصحه ديالك، والاعتماد ديالو على حبوب منومه تسبب له اضرار صحيه كبيره. سونغ كيقول للطبيبه ديالو باللي هذه هي الخدمه الوحيده اللي لقى، خصوصا هو غير هارب من كوريا الشماليه، فاذا ما قدرتش الطبيبه تلقى له خدمه واحده اخرى وتعاونو غادي يبقى خدام في هذه الخدمه وكيشرب الدواء الناس. من بعد سونغ كيرجع للدار ديالو بلاصه فين كيجوز كاع الوقت ديالو، وكنشوفو كيعطي الماكله للسلحفات ديالو اللي مربيها وكيشرب الحليب بالفريز وكيحل السودوكو. لغدا كنشوفو جيهو تطرد من السكن الجامعي. بورا من البنت اللي كتقرا معاه تعرضت له في الطريق وقتلو باللي هي كتشوفو اكثر من واحد فاشل فقط، ولكن باين فيها باللي هي كانت غير غلطه. واحد شويه كنشوفو جيهو رجع لدارهم وكيبدا ينظف الدار ويغسل قشوع قبل ما ترجع ماماه كانت ارمله وكانت ديما كتخدم باش تربيه مزيان، وكتكون فرحانه وفخوره بزاف بولدها فاش كتشوفو باليونيفورم. ولكن جيهو ما كتكونش عنده الشجاعه الكافيه باش يقول لها راه تطرد من السكن الجامعي وما عندوش فين يبات، وكيكذب عليها وكيقول لها راه جا غير يشوفه وغادي يرجع للمدرسه. وفاش كان راجع كتبدا تطيح ليه الشتا. جيهو كيجرب يتخبى في المعمل المهجور ديال المدرسه، ولكن حصلو السيكوريتي. سونغ جا عذب الضمير فاش عرف باللي جيهو ما عندوش فين يبات وعرض عليه يدخل يبات معاه. منين كينعس جيهو سونغ كيلقى واحد الفرد في الماليطه ديال جو. الفرد كيكون ديال الماط وكيكون صعيب بزاف، وسونغ كيخرجو كامل وكيردو للشكاره ديالو. منين كتشرق الشمس جيهو كيمشي للمدرسه وكنشوفوه مصدوم في القسم فاش كيلقى الفرد كامل مخرج. من غير هذا الشيء الاجوبه كامله صحيحه. بورام كتشوف هذا الشيء هذا وكتطلب منه يوري للاستاذ الفرد، ولكن هو كيطلب منه تبقى ساكته. فاش سالات الحصه جيهو كيمشي عند سونغ باش يشكرو على المساعده ديالو وكيقول له عافاك علمني هذا الشيء هذا اللي درتي، ولكن سونغ كيجري عليه وكيرفض انه يعلمو الماط. في واحد العشيه فاش كان سونغ كيجمع الزبل حدا المدرسه كيسمع الاساتذه كيهضروا على التلاميذ اللي الوالدين ديالهم ما كيهتموش بهم، ومستر كيم الاستاذ ديال الماط كيدخل حتى جيهو في هذه الليسته. منين جيهو كيقرب عند سونغ باش يعاود يطلب منه يقريه، سونغ كيقول له من الاحسن انك تبدل شي مدرسه واحده اخرى حسن ما تبقى في هذه الحاله حيت ماشي مزيانه ليه. ولكن جيهو كيكون معصب بزاف حيت التلاميذ اللي معاه كاملين كيكونوا عندهم فرصه الا هو. هنا سونغ قبل يعاونو، ولكن كيشرط على جيهو يخلصوا بحليب الفريز. الغد اللي كنشوفوا سي يونغ مشى عند صاحبو تشو اللي عاونو باش يدخل لكوريا الجنوبيه حيت كيخدم ضابط في الجيش الكوري الجنوبي. كنشوفوهم جالسين كيشربوا اتاي وكيهضروا على الحياه. ومنين تشول كيجيب لسونغ شي مصابيح كنوصى عليهم، سونغ كيتعصب بزاف حيت صاحبو ما كانش باغي يتخلص من عنده وقال له ضروري تخلص حيت انا ما جيتش لهاد الدوله باش نتسارى ولا نلعب. منين كيجي الليل سونغ كيدير البولات في المعمل المهجور ديالو باش يقدر يقريسو، ولكن كيشرط على جيهو ثلاثه القواعد ضروري يتبعهم. الاولى ما خاص حتى شي واحد يعرف هادشي اللي كيديروا هنا. الثانيه هي ما يسقسي حتى شي سؤال من غير الماط. الثالثه هي سونغ غادي يعلمو الماط وما باغي يسمع حتى شي حاجه على النقط ديال الامتحان. منين جيهو كيوعدو انه يتبع جميع القواعد سونغ كيعطي اول تمرين وكيكون هو خصو ضروري يحسب مساحه المثلث. جيهو كيحسبها بالزربه وكيقول له بلي هذا السؤال ساهل بزاف وكيقريوه في ابتدائي، ولكن سونغ كيقول له بلي راك غلط حيت رسمتي الدائره على المثلث كامل. جيهو كيحس بالشمته حيت كيظن بلي السؤال اللي عطاه كان غلط من الاول، ولكن سونغ كيبين له بلي هو كيدير طريقه غلطه تحل المشكل. هو فعلا الحصول على الجواب الصحيح مهم، ولكن اللي مهم اكثر هو تفهم السؤال حيت الرياضيات مرتبطه بعمليه ايجاد الحل. منين جيهو فهم هذا المشكل هذا اللي كان طايح فيه سونغ كيسميه ايسيلون. هنا كنشوفوا الماضي ديال سونغ فاش كان صغير، هو وصاحبو خداو قلم فاخر كهديه على النجاح ديالو.
وايسيلون كتعني في الكوريا الجنوبيه هي صغير وما عندوش قيمه. فاش كيسالي الدرس وحيت جيو ما عندوش بلاصه يبات فيها، سونغ كيخليه يبات معاه. جي كيكتشف ان سونغ كيعشق يسمع الموسيقى الكلاسيكيه، ولكن الكاسيت اللي كيكون عنده كيكون قديم بزاف والصوت فيه ماشي احسن حاجه. وبقاو جوج بيوم كيهضروا على الموسيقى الكلاسيكيه والملحنين ديالها، وهذا الشيء عاون سونغ باش يتجنب الاسئله ديال جيو كيتيليشارجي الاغاني القديمه في التليفون ديالو وكيعطيها لسونغ يسمعها. سونغ كتعجبو الموسيقى بزاف في التليفون ديال جيو، كتعاونو ينعس من بعد مده طويله ما نعسش مزيان. وسونغ بقى ناعس بزاف الصباح وما فاقش بكري، وفاش فاق لقى جيو مشى للمدرسه. وكنشوفوا الاستاذ ديال المط عنده اخبار جديده للتلاميذ، والاخبار كتكون باللي هو غادي يلغي الامتحانات والتلاميذ غادي يشاركوا في واحد المسابقه مشهوره ديال الرياضيات سميتها فيثاغورس، والنتائج ديالها هما اللي غادي تحسبوا امتحان. التلاميذ ما فرحوش بهذا الشيء حيت عندهم غير شهرين باش يوجدوا لهذا الشيء، ولكن الاستاذ كيتوقع منهم كاملين بيوم يفوزوا بالميداليه الذهبيه. جيو كيمشي عند سونغ كل نهار باش يتعلم، وبورا بدات كتلاحظ كيفاش جيو كيشري الحليب بالفريز بزاف بحال شي مدمن عليه. وفي واحد الليله كيكون عنده واحد التمرين صعيب بزاف وخصو يعرف التقنيه باش يحلو، ولكن سونغ كيوري له باللي ضروري هو اللي خصو يلقى القاعده باش يحلو. ومن بعد 3 ساعات جيو كيلقى الحل. وهنا سونغ كيشرح له واحد الحاجه اخرى. العالم ديال الرياضيات الشهير برنارد ريمان حسب 33 رقم عشري للجذر التربيعي للعدد رقم 2 غير باش يقرب من الحل، واللي ممكن ديرو انت غير بحفظ الصيغه. وهادشي كيعاون بزاف جيو باش يفهم الماط. سونغ كيرفض يقول لجيو واش الجواب ديالو صحيح ولا غلط، حيت الخدمه ديالو هي يعلمو الماط فقط. مع مرور الوقت كنشوفوا جيو تحسن بزاف في الماط. في واحد العشيه كيجي واحد الخبر صاعق، واحد من صحابو رجع للمدرسه ديالو القديمه حيت ما قدرش يكمل في هذه المدرسه هذه. دابا جيو خصو ضروري يفكر في الوضعيه ديالو. بورام كتحاول تجرب تهضر معاه وتقول له راه حتى هي في نفس الوضعيه، ولكن جاتو فحال اللي كتكذب عليه حيت هي واحد البنت عندها الفلوس بزاف. والكونفرساسيون كتوقف هنا فاش كتجي الام ديال بورام وتركبها في الطوموبيل. منين دخلت الطوموبيل الام ديالها كدابز معاه حيت كتمشى مع واحد عنده غير منحه وما عندوش فلوس ووالديه مطلقين، ودابزات معاه حيت كتسمع الموسيقى ديال البيانو بزاف وما كدياش في القرايه ديالها. وهنا كنشوفوها جابت لهم الاستاذ كيم ديال الماط باش يقريها في الدار، واخا هادشي في كوريا الجنوبيه ماشي قانوني. في الليل جيو كيهضر مع سونغ على صاحبو اللي بدل المدرسه ورجع للمدرسه ديالو القديمه، وواش حتى هو خصو يرجع للمدرسه ديالو القديمه. سونغ كيشجعو باش ما يستسلمش وكيفكروا على ان اهم حاجه للنجاح ماشي هي الذكاء ولكن القدره على القتال حتى لاخر لحظه. وباش يبين له بلي الهضره ديالو صحيحه، سونغ كيبين له بلي التمارين اللي خرجتي صحيحه واخا كاين شي اخطاء صغارين في النتيجه النهائيه، ولكن انت راه تعلمتي القاعده. في هذه الليله جيو كتسالى العقوبه الطرد ديالو من السكن الداخلي وكيرجع عندك البيت، ولكن كيعترف بلي هو توحش الوجود مع سونغ. الغد الليل كتجي بورام وكتعطيه واحد الحليب مكتوبه فيه واحد العباره ديال الاعتذار صغيره. وفاش كان ما ردش البال ديالو ماشي للمعمل المهجور باش يقرا الماط عاود مع سونغ، مشات من موراه وكشفت السر ديالو وبدات كتشكر سونغ على المساعده ديال جيو. قالت له واش ممكن نبقى نجي مره لهنا؟ هانك قال لا ما كاين حتى شي مشكل مادام غادي تلتزم بالقواعد وما تقولها حتى لشي واحد. بورام كتسميه الضابط الكوري، وهذا الشيء كيدير واحد الحاله ديال الارتباك عند سونغ حيت هو من كوريا الشماليه ولكن عمره ما انضم للجيش. في هذه اللحظه كيشوفوا شي تلاميذ داخلين مخبعين من السور ديال المدرسه، ولكن ملي عرفوا شنو طرا لجيو في الاول خلاهم سونغ يديروا اللي بغاو. في واحد العشيه جيو كيسول سونغ علاش قرا الماط. سونغ كيشرح له بلي هذا الشيء كان كيديروه في الاول على قبل المنحه وعلى عائلته، ولكن مع الوقت كل ما تعلم الماط اكثر كل ما زاد كيبغيه راسو اكثر. في القسم ديال الماط جيو كيصحح للسيد كيم واحد الجواب خطا كان عنده مكتوب في السبوره بالمنطق اللي علموا له سونغ، ولكن الاستاذ كيقول له الجواب ممكن يكون صحيح ولكن ماشي هو داك الجواب اللي كان كيستناه من شي واحد كيدوز الامتحان. وهذه هي الحاجه الوحيده اللي خص التلاميذ يركزوا عليها، يقدموا الحل المتوقع ماشي الحل الصحيح. كلشي داير على هادشي في الامتحان، ولكن جيو ما كيتقبلش هادشي وكيقول له راه هنا في الامتحان راه غادي نكتب الجواب الصحيح. الاستاذ كيتعصب وكيجري عليه من القسم كيخليه واقف حدا الباب. العشيه كنشوفوا تشو جاب واحد السمارت فون هديه لسونغ باش يسهل عليه التواصل، ومن بعد كيوريه لجيو وجيو كيشوفو كيقرا اطروحه ديال الماط طويله بزاف واحد الشاشه اللي صغيره وهو ما كيشوفش مزيان. جيو في المكتبه كيطلب من واحد صاحبه انه يخرج له ديك الاطروحه كامله باش يعطيها لسونغ يقراها مرتاح. والغد اللي كنشوف التلاميذ في القسم كيدوزوا الامتحان ديال فيثاغورس. جيو كيخرج الامتحان مزيان بفضل الدروس اللي عطاها له سونغ، ولكن بورام ما كانتش مركزه بزاف حيت التركيز ديالها كامل غير على الموسيقى ديال البيانو. الضغط اللي كيكون عليها كيعمل واحد التاثير سلبي وكيخليها تخرج من الامتحان ما تكملوش. وماماها كتحبسها في الدار وكتكذب على المدرسه وقالت لهم بلي هما ماشي مسافرين. ومنين جيو كيحاول يتواصل معاها الرسائل ديالو كاملين ما كيتقراوش. العشيه جيو وسونغ كيمشيو لواحد الحفل موسيقي كلاسيكي. بورام هي اللي كانت جابت لهم لي تيكي باش يمشيو يحضروا حيت الشركه العائله ديالها واحده من لي سبونسور د هذا الحفل، ولكن هي ما جاتش.
ولكن على الاقل سونغ كيتمتع بزاف بهذا العرض الموسيقي وكنشوفوه كيبكي بزاف. من بعد هذا الحفل سونغ كيعيط لجيو باش يمشي ياكل معاه في دارو، وهذا الشيء كيخلي جيو يلاحظ باللي سونغ اول مره يشوفو كياكل. وفي نفس الليله كيتسرب الامتحان ديال فيثاغورس في الانترنت، وهذا الشيء كيدير واحد المشكل كبير في وسط المدرسه والاساتذه، حيت خصهم يلقاو الطالب والاستاذ اللي سرب هذا الامتحان. ومن بعد كنشوفو جيو وسونغ مشاو لواحد المكتبه باش يشريو شي ادوات، ولكن واحد الراجل كبير من الناس اللي كانوا في المكتبه يتعرف على سونغ. حتى هذا الراجل من كوريا الشماليه وكيسمي سونغ بدكتور. كيفكروا فاش كان كيقري في كوريا الشماليه في نفس الجامعه اللي كان كيمشي ليها. الراجل كيسمي سونغ عبقري الرياضيات المشهور، وكيظن باللي جيو راه بنو. هادشي كيحطو في واحد الموقف محرج. سونغ كيشكر داك الراجل وكيخرج بالزربه وكيرفض يجاوب على اي سؤال ديال جيو. منين كيوصل للدار سونغ كيتفكر الاوقات الواعره اللي كان كيدوز مع بنو، كيفاش كانوا كياكلوا مع بعضهم، كيفاش هو اللي شرا له السلحفات وديما كان كيشري له الحليب بالفريز حيت هو احسن مشروب عنده. نهار اللي من بعد كيبان واحد الخبر مهم في التلفازه. فرضية ريمان واحدة من أهم المشاكل اللي كاينة في الرياضيات غادي تحل من طرف كوريا الشمالية، ولكن مازال كاينة مراجعة من طرف مجلس العلماء. بروفيسور اللي كيهضر في التلفازة كيعاود كيفاش فاش كان صغير وكيمثل كوريا الجنوبية تلاقى مع واحد الطفل صغير من كوريا الشمالية وواحد العالم د الرياضيات مشهور عطاهم واحد ستيلو ليهم بجوج، وداك العالم اللي في التلفازة كيجبد داك ستيلو وكيوريه للناس. وجيو هو أول واحد كيشوف هاد الأخبار وكيتلاقى سونغ باش يسولو على الموضوع، ولكن سونغ كيتعصب بزاف وكيطلب من جيو ما عمرو يعاود يجبد له هاد الفرضية هادي. وفي نفس الوقت كنشوفو مستر كيم الاستاذ ديال الماط عنده مشاكل كبيره مع الحديث ديال التسريب ديال الامتحان حيت السمعه ديالو في خطر، ولكن فاش كيشوف التسجيلات ديال الكاميرات كيجبر المنقذ ديالو. لغدا كنشوفو مستر كيم يعيط لجيو وكيوري واحد الفيديو، كيبان في ديك الفيديو باللي جيو خارج من المكتبه كيتسلت وفي يدو شي ورق. جيو كيحاول يشرح له باللي هادشي ما عنده حتى علاقه بالامتحان اللي تسرب، ولكن ما عنده حتى شي طريقه باش يتبس هادشي هذا. من بين الادله اللي عند الاستاذ ديال الماط هو ان جيو ولا واعر في الماط في اشهر بسيطه، وباللي ما غيتيقوا حتى شي واحد واخا يقول له اللي قال له. فمستر كيم الاستاذ ديال الماط كيعرض عليه انه يبدل المدرسه وما غاديش يفتحوا في المقابل، ولكن للاسف الشائعه على ان جيو هو اللي سرب الامتحان وصلت للناس كاملين اللي في المدرسه. وبورام كتعصب بزاف حيت هي عارفه الحقيقه. وكنشوفوا تشول حتى هو عنده المشاكل ديالو حيت كوريا الشماليه كاعيه بزاف على كوريا الجنوبيه حيت كتسرق الانجازات ديال سونغ وكتنسبها لراسها. وتشول بغا سونغ يطلع على التلفازه ويشرح النظريه ديالو، خصوصا ان عندها علاقه مع التشفير العسكري. دابا الاسم ديال سونغ ولا بزاف في التلفازه، وواحد صاحبه من كوريا الشماليه جا عنده باش يعاود يقنعو يدخل لكوريا الشماليه وكيقول له باللي كوريا الشماليه مسامحاك غير رجع. هادشي اللي كيعصب سونغ وكيعاودوا القصه ديال ولده. تشول كيزورو وكيعتذر له بزاف حيت ما قدرش يحميه من المخابرات كوريا الشماليه، لكن سونغ كيشكرو بزاف على الحمايه ديالو في كاع هاد السنين اللي دازو. في الوقت اللي كان سونغ كيجمع حوايجو باش يمشي تشول كيجبد له شي الاوراق ديال البحوث العلميه ديالو، وهاد الوراق سونغ حاول يحرقهم ويرميهم شحال هادي، ولكن تشول خداها وخباها حيت كانت عندها قيمه كبيره. في هاد اللحظه جيو كيقرب من الدار ولكن كيسمع الصداع وكيقرر يبقى برا. سونغ كيكون كاعي بزاف حيت هاد البحث العلمي هو اللي كلفو الحياه ديال ولده، وكيقرر ما يحطو حتى لشي واحد وما يهضرش عليه في التلفازه. وفاش مشى تشول في حاله جيو كيحاول يهضر مع سونغ، ولكن سونغ كيقول له انت هو السبب وكيرفض تكون بيناتهم شي علاقه اكثر من معلم وتلميذ. من بعد بورام كتصوني على جيو وكانت كاعيه بزاف حيت خلات الاستاذ يلعب به، ولكن جيو جاوبها ان كلشي تسالى وكيقطع عليها. في هاد اللحظه كنشوفوا سونغ وصل للمحطه ديال الباص، ومن بعد كيشوف واحد السيد اللي كيتشابه بزاف مع بنو. وهنا كنشوفوا الماضي ديالو مع ولده في الليله اللي مات فيها. وهنا كنشوفوا باللي ولده كان كيدابز معاه حيت هرب من كوريا الشماليه بسبب المط وباش ينجح فيه، وما هربش من كوريا الشماليه فاش كانت ماماه مريضه بالسل. سونغ كيقول له باللي انا هربت باش نعطيك حياه افضل، ولكن ولده كيقول له الخدمه كسيكوريتي والناس كاملين كيحتقرونا راه ماشي حياه افضل. من بعد كنشوفوا ولد سونغ هرب وحاول يرجع لكوريا الشماليه، ولكن تيراو فيه حرس الحدود في البلاصه. رجعنا نجيو اللي كنشوفوه كيستخدم الطابع ديال ماماه باش يرجع للمدرسه ديالو القديمه. لا غدا كيعطي الورق ديال الانتقال للاستاذ اللي كيقول له انه دار القرار الصحيح. سونغ كيتخبى في واحد لوطيل فاش كان تشول يقلب عليه باش يديه التلفازه، وكيتصدم فاش كتوصلوا واحد لابيل من عند بورام وكتقول له باللي راه جيو انتقل للمدرسه ديالو القديمه. في الاشياء كيكون حفل توزيع جوائز فيثاغورس. جيو كيكون خارج من المدرسه معاه الشكاره ديالو، ولكن بورام كتسرق منه الماليطه ديالو باش يرجع معها بالزز للمسرح. مدير المدرسه افتتح الحفل بالهضره على النظريه اللي تاكدت مؤخرا. وهنا كنشوفوا سونغ خدا قرار باش يكشف الحقيقه ديالو للمدرسه. كنشوفوا رجع للمدرسه من بعد ما طلق السلحفات ديالو. سونغ كيجبد ستيلو اللي كان عنده دليل على الهويه ديالو وشكون هو. المدير كيرحب به بزاف وكيخليه يدير خطاب في وسط المسرح، وهو يبدا الخطبه ديالو بواحد النكته صغيره حيت كان خدام سيكوريتي. سونغ كيعترف على انه هو اللي علم جيو الرياضيات وكيعرض الرساله المطبوعه كدليل على انه هو ما سربش الامتحان. كيف ما كيكشف على ان مستر كيم هو اللي سرب الامتحان التلاميذ اللي كيخلصوه.
هادشي اللي كيخلي مستر كيم يدخل ويخرج في الهضره ويهرب. من بعد سونغ كيشارك جزء من القصه ديالو، هرب من كوريا الشماليه باش يقدر يقرا الرياضيات بشكل صحيح، حيت الحكومه ديالو كانت كتستخدم النظريات ديالو في شي مسائل عسكريه، ولكن هو كان باغي المط باش يلقى خدمه مزيانه فقط. ولكن هاد الطمع اللي كان فيه كلفو الحياه ديال ولده. سونغ كيكون ندمان بزاف على الاختيارات ديالو، ولكن جيهو ما عمرو شافو بهاد الطريقه وبقى معاه حتى النهايه، حتى لو كانت شي حاجه غتاثر على المستقبل ديالو. فاش كان كيبكي سونغ كيعتذر لجيهو وكيشكرو بزاف حيت كان تايق فيه، والخطاب ديالو كيخلي تشو يخرج من المسرح بلا ما يعاود يسولو على المقابله التلفزيونيه. من بعد سونغ كيلحق عليه وكيعرض عليه التواصل، ولكن تشو كيفاجئو كيعطيه باسبور ديال كوريا الجنوبيه، قال له دابا انت رجعتي مواطن ديال كوري جنوبي 100%، ومن الاحسن تخرج من هذه المدينه باش ما تلقاكش كوريا الشماليه. ومن بعد تشول كيزور جيهو باش يعطيه ستيلو ديال الاستاذ ديالو والنظريه ديالو الاولى. ومن بعد 3 سنين جيهو كيزور واحد الجامعه مرموقه بزاف في كوريا الجنوبيه وكيلقى سونغ خدام تما. جيهو كيفاجئوا بالحليب بالفريز وكيجلسوا يحلوا المشاكل الرياضيه بحال دائما.